حرب أكتوبر وانتصار حرب أكتوبر والذكرى ال 52 التي تمر علينا هذه الأيام، ويعتبر هذا الانتصار من أعظم انتصارات الأمة العربية. درس لا ينسى، ومقاتل حطم المستحيل، ونقدر نقول محطة ذهبية هامة جدا في تاريخ مصر وتاريخ الجيش المصري. انتصار أبهر العالم وما زال يبهر العالم، وما زلنا نكتشف معا كل عام بطولات وأسرار جديدة لانتصار أكتوبر. آه، تساؤلات حقيقة بتطرح نفسها: لماذا استهداف سيناء عبر الزمن وعبر التاريخ من الغزاة؟ لماذا؟ دور الخداع الاستراتيجي في انتصار أكتوبر، كيف ومتى؟ تساؤلات كثيرة. كيف نقل الجيش المصري معداته الثقيلة إلى البر الثاني ليحقق هذا الانتصار؟ لماذا كل الحروب اللي واجهتها مصر حروب دفاعية وليست هجومية؟ الحقيقة عقيدة خاصة للجيش المصري. سنتعرف على هذه العقيدة وهذه الانتصارات وأسرار جديدة لانتصار أكتوبر المجيد في عيد وذكرى ال 52. اسمحوا لي أرحب بضيفنا على الهواء دكتور أحمد المتولي، أستاذ التاريخ العسكري وعضو اتحاد المؤرخين العرب. أهلا بك يا دكتور أحمد، وكل سنة وحضرتك طيب يا فندم، بمناسبة مرور هذه الذكرى العزيزة على قلوبنا جميعا. اهلا بيك يا فندم، وكل عام والامه المصريه بخير ودايما في انتصارات يا رب. كلنا كمصريين بنسأل نفسنا: لماذا سيناء دائما، هذه القطعة الغالية على قلوبنا، مستهدفة عبر التاريخ؟ هو يمكن سيناء مش هي المستهدفه، المستهدف مصر، ولكن سيناء هي بوابه مصر، بوابة البوابه مصر. اللي بيدخل منها الغزاة. ويمكن سيناء لم تكن عامرة مثلما هي الآن، وكان معظم الهجمات أو الغزوات التي أتت إلى مصر جاءت عن طريق شمال سيناء، أو ما يعرف بالطريق الحربي أو طريق حورس الحربي، اللي هو الطريق الموازي للبحر في شمال سيناء. أعتقد أن هي ليست بوابة لمصر فقط يا دكتور أحمد، هي أيضا بوابة لقارة أفريقيا عموما. تمام، وهي جزء، يعني هي تعتبر جزء من آسيا وجزء من أفريقيا، هي حلقة وصل الوصل ما بين بين. قارتين طبعا كبيرتين، قارة آسيا وقارة أفريقيا. طبعا نصر أكتوبر نصر كبير للأمة العربية والمصر، ولغاية النهاردة مع كل احتفالية بنكتشف أسرار وبطولات جديدة لهذه الحرب العظيمة. آه، الخداع الاستراتيجي هنا أكيد كان له استراتيجية، له خطة. كلمنا برضو للأجيال الجديدة يا دكتور أحمد عن هذه الخطة الاستراتيجية. انا بس عايز انوه عن جزء صغير. حضرتك قلتي نصر اكتوبر حاجة كبيرة. انا عايز جدا. اقول لحضرتك ان نصر اكتوبر هو نصر اسطوري. يمكن مساحة النصر العسكري الإسرائيلي في 67 كانت كبيرة جدا. إسرائيل استطاعت تحقيق نصر على 3 دول عربية. مساحة النصر كانت كبيرة جدا، ولكن حجم النصر لم يحقق، حجم النصر الكبير الإسرائيلي لم يحقق أهداف الحرب. إسرائيل كان لها هدف من الحرب، وهو إخضاع كل الدول العربية بما فيها مصر. نصر أكتوبر كان نصرا أسطوريا. حجم النصر كان أقل من حجم النصر الإسرائيلي في 67، ولكن نتائجه كانت أعظم بكثير. مصر استطاعت أن تحقق نصر من لا شيء، صنعت شيء من لا شيء. ازاي؟ قدرات القوات المسلحة كيف المصرية، صنعت شيء من لا شيء؟ قدرات القوات المسلحة المصرية في ذلك الوقت كانت يعني قوات بيعاد بنائها بعدما تدمرت تماما في 67. معظم القوات المسلحة، إما القوات الجوية خرجت من الخدمة تماما في 67 أو 85%. معظم معدات الجيش المصري إما تركت في سيناء، وإما حطمت أو دمرت. أعيد بناء القوات المسلحة من الصفر مرة أخرى في أعقاب 67. والجانب الآخر
كان لديه. أستاذ التاريخ العسكري وعضو اتحاد المؤرخين العرب، أهلا بيك مرة تانية دكتور. أهلا بيك يا فندم. أهلا بيك. دكتور أحمد، كل الحروب اللي خاضتها مصر عبر التاريخ كانت حروب دفاعية عن نفسها ولم تكن حروب هجومية. هل الجيش المصري له عقيدة خاصة في هذه الجزئية؟ ده أول جزء من السؤال. والجزء الثاني، إزاي مصر بعد انتصار أكتوبر المجيد استعادت نقدر نقول صورتها وقوتها العسكرية والحربية في نظر العالم كله؟ دخول الهكسوس مصر يعني يمكن ظهرت عقيدة جديدة، عقيدة عسكرية جديدة لدى المصريين، وهي المطبقة حاليا في بعض الدول، وهي عقيدة الحدود الآمنة. لابد أن يكون هناك حدود آمنة للدولة حتى يتم حماية الدولة. اعتبارا من هذا التاريخ، عندما طرد أحمس الهكسوس من مصر عن دور العرب في هذا الانتصار، انتصار أكتوبر، يا ريت حضرتك برضو توضح، لأن ده شكل من أشكال التكامل والعروبة والوطنية المشتركة. كلمني برضو عن دور الإخوة العرب في انتصار أكتوبر. يمكن حرب أكتوبر مصر خاضتها بالتعاون مع القوات المسلحة السورية وبالتنسيق معها، وانضمت عناصر وبعض جيوش دول عربية أخرى، وصل عددهم ل 12 دولة عربية، وده كان قمة التعاون. 12 دولة عربية ساهمت أيضا في حرب أكتوبر. تمام. أكبر هذه الدول أو أكثر المساهمات، والتقى هذا اللواء المدرع الإسرائيلي مع أحد الحالية دكتور أحمد في قضية التهجير، وموقف مصر موحد وواضح وحاسم وصريح من خلال قيادتنا السياسية الرئيس عبد الفتاح السيسي، لا لحل القضية الفلسطينية ولا للتهجير، وده طبعا لحماية الأمن القومي الفلسطيني. كلمني برضو عن هذا الموقف في ظل المفاوضات وفي ظل المبادرة التي دعا إليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. يمكن موضوع التهجير من الثوابت التي اتخذتها الدولة المصرية في أعقاب اندلاع الطوفان الأقصى أو حرب غزة. أنا عايزة بعد إذن حضرتك أنوه فقط أن هناك وفدين، وفد لحماس ووفد رفيع المستوى لإسرائيل، موجودين على أرض مصر في شرم الشيخ لبدء المفاوضات بوقف الحرب في غزة. اتفضل. يمكن الرئيس السيسي قال ان موضوع او مشكلة غزة لابد ان يتم حلها، وعلى اي حال من الاحوال لن يتم حلها على حساب قوة وتحالفات اقتصادية قوية جدا. النهاردة انت شايف مصر ازاي في حرب التنمية ومحاولة ايجاد موقع وثقة لنفسها اقتصاديا في العالم كله؟ يمكن لأول مرة مصر بتتعرض لتهديدات وتحديات على الاتجاهات الاستراتيجية الأربعة. ربما هي ليست يعني لا تدخل في صراع عسكري أو صراع مسلح، ولكن هناك تهديدات وتحديات تواجه الأمن القومي المصري من الحدود أو من الاتجاهات الاستراتيجية الأربعة. من الاتجاه الشمالي عندنا الصراع في شرق المتوسط، الأزمة الليبية في الغرب، أزمة غزة في الشرق، الأزمة السودانية في الجنوب، تهديدات الملاحة في البحر الأحمر منذ اندلاع الطوفان الأقصى، الصراع ما بين إسرائيل وإيران في المنطقة والذي ينذر بعواقب وخيمة. كل هذا تتعرض له الدولة المصرية من الاتجاهات الأربع، ولأول مرة في تاريخها بتواجه تهديد من الأربع اتجاهات. يمكن الحرب غير معلنة أو غير مسلحة، أو يعني ليس هناك صراع مسلح، ولكن الحرب الاقتصادية يراد لمصر أن يتم تدميرها اقتصاديا. القيادة السياسية بتحاول أن تبذل قصارى جهدها، ويمكن لا أعتقد أن هناك أفضل مما هو موجود. ده حقيقي. لا أعتقد ذلك. محاولات وزيارات وجولات في دول العالم لجذب استثمارات
ودعم الاقتصاد الوطني بشكل كبير جدا. احنا بنتعرض لحرب اقتصادية قوية جدا جدا من جهات خارجية سواء غربية او اقليمية ضد الاقتصاد المصري، حتى تسقط الدولة المصرية وتتحول الدولة من دولة قوية الى دولة فاشلة. مصطلح الدولة الفاشلة ده مصطلح في العلوم السياسية، معناه ان الدولة لا تستطيع السيطرة على حدودها ولا اقتصادها ولا تملك جيش ولا قوات ولا تسيطر على الامن في الدولة. ده مصطلح الدولة الفاشلة او معناه يعني. وفي دول كثيرة بهذا الشكل. يمكن انا بقول طلابي يمكن صباح اليوم بقول لهم يمكن لو انتوا وقفتوا على الخريطة وتخيلتوا ان انتوا واقفين فوق مصر ونظرتوا حواليكوا، ما تبقى من الوطن العربي هو مجرد أشلاء للأسف الشديد. احنا نتمنى طبعا بالإضافة إلى سعي قوة خارجية سواء إقليمية أو غربية أو أخرى أيا كانت إلى ضرب ثوابت الأمن القومي المصري، ومن ضمنها الأمن القومي المائي المصري عن طريق سد النهضة الأثيوبي. ويمكن القيادة المصرية تعاملت بحكمة شديدة جدا جدا مع السد، وده اللي دعا الرئيس الأمريكي ترامب إن هو يقول أن الولايات المتحدة الأمريكية مولت بغباء سد النهضة. أيوه. الوفد حماس ووفد الإسرائيلي يمكن هيتوصلوا احنا بنتمنى ان هم يتوصلوا الى اتفاق جيد حتى يتم رفع الظلم عن الشعب الفلسطيني الذي يتعرض له نساء وأطفالا وشبابا. يمكن تعرض لظلم كبير جدا شعب غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي. لم يسبق في التاريخ أن تعرض شعب لهجمة همجية مثلما يتعرض الشعب الفلسطيني في غزة. إن شاء الله يعني نتمنى أن تأتي هذه المفاوضات بثمار إيجابية لإنقاذ الشعب الفلسطيني في غزة، وما زالت مصر بتخلق عبور أو بتقوم بعبور جديد اقتصادي إن شاء الله. كل سنة وحضراتكم طيبين، وكل سنة وقناتنا الثالثة قناة القاهرة طيبة وشباب دائم إن شاء الله. بشكر ضيفي على الهواء دكتور أحمد متولي أستاذ التاريخ العسكري وعضو اتحاد المؤرخين العرب. بشكرك جدا يا فندم، كل سنة وحضرتك طيب. طيبة. أنا بس بتوجه بالتحية لشعب مصر ولأرواح شهدائكم مني دائما وأبدا أرق تحياتي.